أنا أسماء موسى ودي قناة ليدي أون ذا رود. موضوعنا النهاردة هو عن الموهبة. هنعرف النهاردة ليه خلقنا ربنا بموهبة خاصة. ربنا خلق الكون كله بتجليات أسمائه الحسنى، وحط فينا من أسمائه دي لأن هو خلى الإنسان خليفة على الأرض. ده معناه إن كل إنسان عنده اسم من أسماء الله الحسنى ظاهر جدا جدا، ودي موهبته الحقيقية. لكن لما الإنسان يقرر يطور ويزكي نفسه تظهر الموهبة دي على طول، علشان يقدر يسد الثغرة في الحياة محدش يقدر يسدها غيره. ده معناه إيه؟ هديك مثال. سيدنا يوسف عليه السلام ثغرته كانت إن هو ينقذ العالم من المجاعة الحتمية لمدة 7 سنوات. وفي فرق كبير جدا ما بين الموهبة والصفة الشخصية. الصفة الشخصية هي وصف خارج أسماء الله الحسنى، أما الموهبة هي وصف من أسماء الله الحسنى. مثلا سيدنا يوسف عليه السلام موهبته كانت الحفيظ، وصفته الشخصية كانت الأمين، وهكذا. طيب هل كل الناس كده؟ بص، ربنا قال لنا في سورة الشمس: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. الحقيقة هي إن القرآن الكريم حسم القضية دي نهائيا بالكلام عن الأقلية والأكثرية، فالأقلية هي الأفضل. فلو أنت عايز فعلا تكون بطل حياتك عدي جبل الأغلبية ده نهائيا علشان تكون من الأقلية اللي اتكلم عنهم القرآن. رسالتنا النهاردة هي إيه؟ هي يلا علشان تعرف موهبتك. أولا لازم تعرف إن السعادة ضد الاستقرار، لأن السعادة ده شيء ليه حركة سريعة وقوة. السعادة هي الحياة، يعني طول الوقت اشتغل على شخصيتك وصفاتك وموهبتك وما تستقرش أبدا على مستوى واحد. ما تقولش أنا كده تمام، أنا كده عبقري، لا، طول الوقت طور من نفسك، طور من شخصيتك علشان تكون شخصية قوية كفاية عشان تقدر تحمي موهبتك دي. ما تلغيش الأنا ولا تخليها قوية وتسيطر عليك، لكن خليها مثقلة علشان تكون انت انسان لا يقهر. الوسطية هي الهدف، لا تكون لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر. وعلشان تعرف تعمل كده لازم تتحلى بالصبر اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، والصلاة والاتصال برب العالمين من خلال أسمائه الحسنى، لأن الصبر ده بيثقل صفاتك الشخصية، والاتصال برب العالمين بيثقل موهبتك. ولازم تعرف إن طريق الحق واحد وطريق الباطل 1000. علشان انت تعرف موهبتك لازم تكون عارف ان الانسان وحيد الموهبة ومتعدد المهارات. ايه ده؟ دي يعني ايه؟ مثلا العربية، الموتور هو الموهبة والعجلات هي المهارات. يعني مثلا انت بتعرف ترقص وترسم وتغني، بس الرسم مثلا انت مميز فيه بالفطر، يبقى هو ده الموهبة بتاعتك، والباقي دي مهارات. وعلشان نحدد الموضوع أكتر ويكون بدقة أكبر، مثلا لو أنت بتعمل سيئة كده أنت من المفسدين في الأرض، وده شيء سلبي جدا. لكن لو أنت ما بتعملش السيئة أنت من الذين يعملون الصالحات، وده أول مرتبة من الإيجابي، وبيساوي المعرفة. أنت عرفت السيء وما عملتوش، ولو انت طورت من نفسك وزودت مهاراتك شوية كده انت من المحسنين، ودي مرتبة اعلى في الايجابية. انت كده بيساوي الماهرين، يعني عندك مهارة. لكن لو انت كنت من المبتكرين، يعني تبتكر شيء او علم او فكرة جديدة، كده انت من الخالقين، ودي اعلى درجات الايجابية، يعني بتساوي انت من الموهوبين. شفت موهبتك سهلة وبسيطة ازاي؟ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتابعوني علشان قصص تانية جديدة.